السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مهندس محمد الحوفي، مركز الحوفي للصيانة. النهاردة أنا معانا عجان كنود. كالعادة طبعا العجانات الكنود هي أكتر عجانات بتجيلنا صيانات بسبب التروس بتاعتها. تمام. العجان اللي معانا دوت الوش بتاع علبة التروس اهوت. الوش ده كله ده موديل ده معروف جدا على فكرة. الوش ده مقطوم اهوت من هنا، ديت اتقطمت الزور. تمام. فطبعا شكرا كده، كل سنة وانتم. ده وش بقى احنا بنصبوه، ده طبعا بيبقى زي ما قلنا قبل كده يا جماعه، دي خامه اسمها انتيمونيوم. انتيمونيوم مش توتيا ولا المونيا، دي بتبقى زي البودره كده وبتنضغط في حراره عاليه تطلع الماده دي. طبعا هي بتتاكل وبتنزل زي البودره برضو، يعني التروس بتاعتها بتاكل تلاقيها نازله زي البودره كده سودا. احنا هنا لما صبيناها توتيا، كل ده مظبوط توتيا بالكامل اهو. التروس راكبه اهي. طبعا العجان ده بيبقى فيه ترس فبر، احنا صابينه. الترس ده معمول على فكرة 3D، ده معمول طباعة 3D. الترس ده الشغل الجديد بتاعنا. بص حضراتكم، الترس نازل، الجلبة بتاعته راكبة فيه تمام. بص حضراتكم اهوت نازل في المكان. بصوا مظبوط، التروس بتلف كلها على بعضيها اهيت ومرتاحة، يعني الترس مش جامد. بص حضراتكم اهو، اظن باين قوي يعني. تمام. احنا حاليا طبعا بنقفله بقى العلبة ديت. خلاص العلبة دي هتقفل ده في بقية الوش. خلاص، وهنجربه العجان قدام حضراتكم. وده طبعا برضو يعني ده معظم الشغل اللي احنا بنعملوه. بالنسبة للعجانات التروس بتتصب مفيش اي مشاكل، طبعا بتفرق في الكوست. بس التروس اللي هي الطباعة بتبقى سعرها احن شوية من ان احنا نصبوها في مخرطة. تمام. وبتطلع برضو مظبوطة زي ما احنا شايفين، مش اول مرة يعني، احنا عاملين تروس لكذا عجان والحمد لله ثبت وجودها معانا قوي يعني. خلاص. انا طبعا هجمع العجان وهرجع لحضراتكم تاني اوريلكوا هو شغال ان شاء الله، ونرجعوا مع بعضنا كمان شويه. بصوا يا جماعه، هنا احنا جمعنا العجان. انا مرضتش نحط الوش بس الكفر من فوق عشان اوريكم التروس. بصوا ماشيه. بص انا بلفها بايدي اهيت ناعمه خالص على وضعها، مفيش اي مشكله. بص اهو العجان شغال تمام، مفيهوش اي مشاكل. تمام. ارجو ان يكون الفيديو عجب حضراتكم. لو في اي حد عنده استفسار عن اي حاجه ممكن يشرفني بالسؤال، ومشرفني دايما بالمتابعه. والسلام عليكم ورحمه الله.